اوبل كورسا موديل 2022 العربيه المصنفه من عربيات الهاتشباك تحت المدمجه، والعربيه دي او الموديل ده هو الجيل السادس لعربيات اوبل كورسا. تعتبر واحده من اشهر العربيات الشبابيه او واحده من اشهر عربيات الهاتشباك الشبابيه في السوق المصري. بتنزل بفئتين، اول فئه الاليجانس وتاني فئه التوب لاين. زي ما انتم شايفين كده الاوبل كورسا موديل 2022 عربيه بسيطه خالص، ما فيهاش اي افتكاسات، عربيه هاتشباك صغيره ما فيش فيها اي تغيير عن موديل 2021. ولو تفتكروا كانت موديل 2021 بتنزل بفئه واحده بس، لكن موديل 2022 نزل فئتين، الفئه اللي هي الاليجانس وفئه التوب لاين. يمكن بس التغيير الوحيد اللي حصل ان هم ومش يعتبرش يعني تغيير، ده هم يعني اضافوا حليه كده، كان نوع من انواع التغيير، الحليه الكروم اللي جايه هنا في المقدمه بتاعت العربيه على الشبكه، لكن غير كده مفيش اي تغيير خالص. طبعا هنا برده قدام هنا في حساسات ركن اماميه زي ما شايفين اهو. العربيه من الجنب هنا في نواكل كده حوالين الازاز الجانبي. مرايات العربيه بتيجي فيها اشارات من الجنب هنا، وبتيجي ضم وكهرباء في الفئه الثانيه او الفئه الاعلى. الفئه الاولى بتيجي الكف بس بتاع المرايه هو الكهرباء، لكن غير كده المرايات في الفئه الثانيه ضم وكهرباء. دخول العربيه بيكون بالمفتاح او بالريموت، والعربيه برده جوه مش بصمه، بتدور بالمفتاح. ولو جينا بقى بصينا على العربيه من الفوق، سقف العربيه هنلاقي سقف العربيه بيجي في الفئه برده الاعلى اللي معانا دي بيجي السقف 2 تونز، السقف بيجي اسود والعربيه بلون تاني. وبيكون كمان السقف هنا في فتحه سقف بانوراما، وطبعا دي في الفئه اللي قلنا اللي هي الاعلى اللي معانا. اما في الفئه الاولى فبيجي العربيه كلها بتيجي لون واحد. لو جينا بصينا على الجزء الخلفي في العربيه هنلاقي ان الازاز الجانبي والجانبي الخلفي بيجي من نوع الازاز المعتم او الازاز الفاميل اسود. كمان في هنا سبويلر خلفي جاي بلون مختلف عن لون العربيه او جاي امتداد للون سقف العربيه. هنا في حساسات ركن الخلفيه، وهنا في كاميرا الرجوع الخلفيه.